قول لي ايه رأيك في اداء المنتخب المصري النهارده مع الارجنتين؟ احنا النهارده عملنا اداء مشرف، والله كنا نستحق الفوز. كان في شويه ظلم في التحكيم، اي نعم. كان في ضغوطات، انت بتلعب بطل العالم السيزون اللي فات، ماسك كوبا، يعني انت عملت اللي عليك، انت بتلعب بروح وبأداء، كنت نستحق الفوز. وكان في صراحه ظلم في التحكيم. بتحب تقولي للمنتخب المصري بما ان دلوقتي اكيد هو المنتخب زعلان واحنا كمصريين برضو زعلانين؟ انا كمشجع مصري مش زعلان من الاداء المصري عمله، انت تستحق الفوز. بس صراحه كان في تحكيم سيء للغايه، لان ما ينفعش زي ما بيقولوا الارجنتين تطلع من منتخب عربي وبالذات مصر، بس انت خسارتك ضد الارجنتين مكسب. انت شايف يعني مستوى المصريين، هل لو ما كانوش بيلعبوا الارجنتين كانوا بيلعبوا فريق تاني او منتخب تاني، هل كان ممكن يكسبوا ولا لا؟ هو احنا نستحق الفوز ضد اي منتخب طالما ما احنا بنلعب بروح واداء، وقدر الله ما شاء فعل. ايه رايك في اداء المنتخب المصري النهارده؟ الصراحة الأداء كان كويس جدا 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 عن كل مرة. فالصراحة كان في تظلم شوية في التحكيم، كان لينا ضربة جزاء في أول المنطقة، والأداء كان الصراحة كويس جدا عن كل مرة، ومش زعلانين عادي. يعني المكسب اللي هو احنا خسرنا قدام الأرجنتين اللي فيها ميسي، طبعا ده ميسي. احكي لي ايه شعورك او ردة فعلك في الاجوان اللي جت في اخر ربع ساعة؟ صراحة كنت زعلان جدا وكنت مقهور. بعد ما احنا كنا سجلنا الأول ثلاث تجوان وواحد اوف سايد، كنا فرحانين وكل الناس دي جدا فرحانة. لكن بعد ما جابوا التجوان في الآخر في آخر 5 دقايق أكيد كلنا زعلنا. وجه رسالة للمنتخب المصري. إن شاء الله أتمنى لكم الفوز السنة الجاية وإحنا قدها إن شاء الله. هو كأس العالم كل 4 سنين يعني مش السنة الجاية، يعني المرة الجاية. ان شاء الله. انا بشكرك جدا. شكرا. والله هو كأداء جميل جدا، وشوبير اتمنى له اللي هو يعني ان شاء الله يكون في مستوى احسن من كده بكتير. بس احنا المفروض كنا نلعب على حته اللي احنا يعني الارجنتين الماتش اللي فات كسبانه في اخر 5 دقايق، احنا المفروض كنا نعتمد ان احنا نلعب على النقطه دي بس. لكن كده الخساره جابوا النهارده 3 اجوان في اخر وقت، يعني كده الخساره مؤكده من زمان يعني. بس يعني الحمد لله احنا صعدنا لدور 16 بس. التوفيق لمصر يا رب. طب حضرتك ان شاء الله نطلع كاس العالم الجديد ان شاء الله، نعمل مستوى احسن من كده. وكان المفروض ان احنا نكسب الماتش، بس يعني قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله نكسبه. بس احنا كنا عاملين اداء لمده 80 دقيقه كويس جدا، افتخر بهذه اللقطه. بس هو في الاول وفي الاخر توفيق من ربنا يعني. طب تحب تقولوا ايه للمنتخب المصري؟ والله انا بحيي الكابتن حسام حسن، وشوبير راجل محترم. وشوبير عمل حاجه ما حدش شايف يعملها قبل كده، ان احنا نصعد اصلا للدور 16. قولوا لنا ايه رايكم في اداء المنتخب المصري النهارده في المباراه مع الارجنتين؟ المنتخب ادى اداؤه كويس جدا، بس اسمه ده التحكيم وحش. تمام، التحكيم وحش جدا. طب وحضرتك؟ الماتش كان حلو، بس التحكيم برضو الحكم يعني مش حلو خالص. هو الاداء كان حلو واللعيبه عملت اللي عليها يعني، بس ما كانش المفروض ندافع الشوط الثاني. يعني احنا دافعنا كتير الصراحه، كان المفروض نهاجم شويه يعني. بس هو نفس الكلام اللي هو قاله، بس احنا يعني مش كنا ندافع، وكان لازم يا اما لو هيدافع ينزل دفاع. هو ما عملش حاجه صح. تمام. والحكم برضو ظلمنا جامد يعني. ان شاء الله متعوضه لينا في مرات تانية باذن الله في كاس العالم بقى بعدين ان شاء الله. واشكركم جدا. شكرا. قولوا لي بما ان انتم مشجعين صغيرين جدا، ايه رايكم في اداء المنتخب المصري النهارده؟ انا شايف مصر أدت حلو عشان ترفع راسها، بس هو للاسف بقى احنا داخلين عارفين ان احنا بنلعب اول عالم وفرقه مش ضعيفه يعني. تمام. وانت؟ هو بصراحه يعني احنا لعبنا حلو جدا في اول الشوط لحد الدقيقه 80، بس هم يعني احنا بنلعب مركز ما شاء الله عليك. كمل. هم يعني احنا بنلعب برضه بطل كاس العالم السنه اللي فاتت، هو بس وبرضه يعني التحكيم كان ظلم لينا قوي، وكان مع المنتخب الارجنتين. طيب تقول ايه للمنتخب المصري لو هم حاسين ان هم زعلانين؟ لا احنا لعبنا حلو واحنا عملنا اللي علينا، بس هو يعني سوء النصيب. هو يعني ربنا طبعا بالظبط، هو بس التوفيق ده بتاع ربنا. تمام. ازيكم يا شباب؟ الحمد لله. انا شايفاك طبعا لابس تيشيرت المنتخب، فاحنا كنا نتمنى ان احنا نكسب النهارده، فقولوا لي ايه رايكم في اداء المنتخب المصري مع الارجنتين؟ لا لعبوا لعب حلو ولعب رجاله، ويعني بصراحه لعبهم عجبني، والحمد لله عادي يعني، مش زعلانين، لعبوا لعب كويس. ايوه فعلا، بصراحه اللعيبه عملوا كل اللي عليهم، وبرده كان لينا
ضربة جزاء، وكان فيه برضه شوية ظلم تحكيمي، بس اللعيبة رجالة وعملوا اللي عليهم يعني. ايوه والحمد لله احنا اول مرة نتأهل يعني للادوار الاقصائية، فده يعني شيء كويس، ولما خسرنا من بطل العالم يعني. ايه رايك في اداء المنتخب المصري النهارده مع الارجنتين؟ هو الماتش كان حلو، اللعيبه كانت عامله اداء حلو في الماتش، بس في اخر كام دقيقه بقى اللعيبه نامت في الماتش حرفيا. تمام. بس يعني بس احنا عملنا اللي علينا يعني، والحمد لله وصلنا لغايه دور 16. طب هل انت متضايق ان مصر خسرت ولا لا؟ شايف ان ده كان اداء مشرف؟ مش متضايق انها خسرت، احنا عملنا اداء حلو وكل حاجه، بس ان احنا خسرنا 3 اجوان في 10 دقايق بالظبط، دي صعبه قوي يعني. تمام. فبس هو احنا مرضيين باداء المنتخب يعني. تمام، انا بشكرك جدا، شكرا.